بجد هو بقى غالي جدا، ومش قادرة اقول لكم يعني بنحبه قد ايه، وما نبقاش عارفين نجيبه علشان هو بقى غالي جدا ومش مضمون، كمان بيبقى كله دهون و بيبقوا لامين بقى كل حاجة فيه وفول صويا وكل الكلام الفاضي دوت. تعالي بقى النهارده اقولك هنعمل ايه. بس قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتيش اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو الفيديو عجبك اعملي لايك. ويلا نقول بسم الله. انا معايا هنا نص كيلو لحمة مفرومة وشين. قلت للجزار اللي بتعامل معاه يحط لي عليها ب25 جنيه دوش او بوش، دوش او بوش او اي دهون عندك، دهون بقى ضاني، اي دهون عندك، المهم تحطي عليها نسبة من الدهون، تمام كده. ب25 جنيه دوش دوت هو اقل من ربع كيلو معايا كده. المهم فرهم لي على بعض وشين. ومعايا كمان فلفل احمر، بلدي بقى، وفلفل احمر اللي هو بتاع الالوان دوت، بس احمر بس مش اصفر. معايا ملح وفلفل، ومعايا 7 بهارات، ومعايا 7 بهارات اللي احنا بنعملها اللي بيبقى دخلها بقى ايه، كبابة صيني وحبهان ولورا وكل الكلام دوت. ومعايا بابريكا، ومعايا رشة من القرفة، ومعايا كمان بهارات السجق، ومعايا بصل بودرة وتوم بودرة، ومعايا بيكنج باودر. هعجن بقى كل الكلام ده حلو جدا جدا جدا، اللحمة مع الدوش كده، عجنة حلوة قوي قوي علشان هو فرمهولي وشين. وكمان عايزة ادخلها كلها كده في بعضها. انا مش هستعمل نص الكمية، مش هستعمل كل بقى الكمية. ماشي يا قلبي، الاكلة دي حلوة جدا كلنا بنحبها، كلنا نفسنا نجيبها من حتة مضمونة ومن عند حد مضمون. ولما تجيبيها من حد مضمون هي بقت بجد غالية جدا. الكيلو بقى عامل 360 جنيه. يعني انا عندي هنا الجزار المضمون بيبيعها ب 360 جنيه، وانا عارفة برضو ان هي داخلها فول صويا. احنا النهاردة لحمة صافي، هناكل حاجة مضمونة، حاجة زي الفل، حاجة عاملاها بايديكي، ريحة وطعم بجد تحفة. انا فرمت كده الفلفل في الكبة، فرمت عليهم فصين من التوم. انا الكمية انا جايبة ربع كيلو فلفل، شايلة منه قرن ونص. قرن كنت شايلة قرن كده على جنب، وشلت نص كمان من اللي انا كنت حاطاه دلوقتي. فرمتهم ناعم جدا، صفيته حلو قوي قوي. ونزلت بيه على اللحمه، وهاخد الميه دي هشيلها في كيس وهشيلها في الفريزر. هستعملها في اي تتبيلات، هتتبلي فراخ حطي، هتصبعي كفته صبعي بيها، حلو قوي. هحط بقى هنا ايه، بهارات وقرفه وفلفل اسود، وكمان رشه من القرفة كده، وهحط كمان معلقة كبيرة كده من البابريكا. وحطيت معلقة كبيرة مليانة من بهارات السجق، هتلاقيها عند اي عطار سايبة. هي بقى هتخليلك السجق ده تحفة جدا، هتاكلي احلى سجق في الدنيا. وحطيت كمان ال7 بهارات، النوعين ال7 بهارات اللي انا حطاهم. تمام، عندك نوع واحد تمام، عندك توابل لحمة حطي. حطيت فلفل اسود، هظبط الملح، خلي بالك عشان التوابل السجق فيها ملح، اعجني وشوفي. وهحط كمان بقى كده رشة من البيكنج باودر عشان تديني هشاشة كده وطراوة كده للحمة بتاعتي. اعجني بقى يا ستي الكل حلو جدا. عندك كبة ارجعي حطيهم في الكبة واديهم فرمة في الكبة. ما عندكيش هي كده هتبقى زي الفل. طب ما عنديش كبة، اطحن الفلفل الرومي في الفول هوم بتاع التوم، دقي الهوم برشة من الفلفل، هيبقى زي الفل. تعالي بقى هنا هنبدأ نصبعه زي السجق بالظبط. انا كده جبت كيس، كان عندي بتاع كيس حلواني، بس الصراحة الخرم بتاعه واسع، فطلع لي الصباع تخين، فقلت له لا تعالى بقى، جبت كيس كده فررته بتاع تلاجة ودهنته زيت. وزي ما انت شايفه هحط قطعه صغيره كده من دول الصوابع اللي انا عملتها بالكيس وطلعت تخينه، فهرجع اعملهم كده افردهم كده على الكيس واصبحهم رفيع لان هيرجع يتخن تاني. ويا دوبك كده تقوصيه شويه كده علشان بصوا بتنزل الكفتة تخينة ازاي، السجق يعني بينزل تخين. فانت اعملي كده بجد، الطريقة دي سهلة، ولا هانكي بقى ولا تدخي على هانك ولا كل الكلام ده. هتأكلي ولادك حاجة مضمونة وحاجة زي الفل. ولا فول صويا بقى، ولا بنحط بصل، ولا بنحط اي حاجة. وانا خدت هنا نص كمية اللحمة، والنص التاني هشيله هعمل لكم بيه وصفة تحفة جدا. طبعا ولادنا كلهم بيحبوا الاكلات التيك اواي ديت السريعه، وانا والله زيهم بحب الحاجات السهله. هنا الصباع ده طلع طويل، قلت اما اقسمه على 2. وعندي زوجي الصراحه بيطلب مني على طول السجق دوت، وانا عشان جربت كتير وجبته كتير وبيطلع الصراحه مش حلو خالص. اخر مره جايباه هو عباره عن فلفل اسود، فلفل احمر
ودهون جدا، يعني دهون كتيرة بطريقة غريبة. طبعا هما بيلموا كل البواقي بقى اللي عندهم كل الكلام ده ويروحوا فرمينه. هنا بقى عملت كل الكمية الجميلة دي، هدخلها كده بقى الفريزر، كيس من تحت كده بينهم، وهدخلها تجمد وبعدين شوف هنعمل ايه. هنا بقى بعد ما جمدت بدأت كده بقى، حطيت معلقتين من الزيت مكتريش، وهبدأ بقى انزل جمد معايا. انا روحت مشوار ورجعت وقلت اما اكمله كده معاكم. بجد تحفة، عجبهم جدا وعجب زوجي جدا، ومكانش مصدق ان انا ده مش مشتريه، انا اللي عاملاه في البيت. انا بقى من الناس اللي لما كنت بشتريه ما كنتش باكله خالص خالص. بجد النهارده اكلت منه بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه. جربي الكميه دي كلها، مثلا من 300 جرام مثلا لحمه بالفلفل، ولا حطينا بقى فول صويا ولا بصل ولا كل الكلام الفاضي دوت. حاطه نسبه دهون معقوله وانت عارفاها. كلها لحمه، انت بتاكلي لحمه يعني. صاحبتي حبيبتي بقى اللي نفسها تاكل سجق ونفسها تاكله كده وتحسي باللحمه، يلا بقى اعمليه هيعجبك جدا يا نوفا. بألف هنا وشفا على قلبكم. جربوا بجد، الوصفه دي حلوه قوي. انا بقى قطعت كمان بصل، وقطعت فلفل الوان، وقطعت طماطم. واول بس ما اديله صدمه كده على الوشين هنزل بالبصل، وبعدين هنزل بباقي الخضار. بجد كلي واشبعي. اعملي مكرونه بالصلصه، اعملي بطاطس محمره، انا عملت جنبي بطاطس محمره. واكل سهل وسريع، تقدري تعملي بيه طواجن مكرونه، تقدري تعملي سندوتشات، بجد حلوه جدا. ورمى معايا كميه جميله ما شاء الله. انا الصراحه اول مره اسيب الصوابع الكبيره كده، لما كنت بجيبه من بره كنت بقصقصها، يعني بعملها يعني بقصقصها كده صغير عشان يعرفوا يغمزوها. بس الصراحه بعد ما غرفته رحت مكسراه كده بالمعلقه، وكان تحفه 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 يعني. انا مش عايزه اشكر كتير، انا عايزاكي يلا لو لسه ما حطيتيش لايك حطي لايك، ونوريني كده واشتركي في القناه علشان القناه تكبر بيكوا وليكوا. هنا بقى رشيت رشه من الفلفل، وظبطت الملح، ما حطيتش اي توابل خالص. تقولي كان طالع زي العسل، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كان تحفه. وحمرت البطاطس، شايفين منظره بجد حكايه. ورحت بقى كده جبت بقى رغيف كده، قلت اما اعمل سندوتش كده، لأن انا لازم اول واحده تدوق يا جماعه. انا بحب لما اكون لسه حاجه كده اول مره اعملها، انا اول واحده ادوقها. شايفين بجد تحفه وجميل قوي قوي قوي. جربي بقى الوصفه ديت، ان شاء الله هتعجبك. ان شاء الله بقى كده اشوفكم على خير.